بصوا يا جماعة الخير، علشان الدنيا صيام وكل سنة وانتم طيبين يا رب وبخير وبسعادة وبعود علينا الأيام جميعا يا رب. هلخص لكم قصة البيانات والجوابات والأفلام اللي شغالة من الصبح دي في 3 دقايق بأمر الله. صلى على الحبيب قلبك يطيب عليه أفضل الصلاة والسلام. بص يا سيدي، وزير الرياضة واتحاد الكورة شال إيدهم من الموضوع. بمعنى وزير الرياضة تواصل مع الكابتن محمود الخطيب وإدارة النادي الأهلي اللي احنا كده كده بندعمهم وفي ظهرهم، زي ما جمهور الزمالك من حقه يدعم فرقته ويبقى في ظهره. تمام. تواصل مع الكابتن محمود الخطيب. الكابتن محمود الخطيب كان رده هو وادارته قاطع: اي حل او ترضيه غير ان المباراه تتعاد بحكام اجانب مش موافقين. تمام. يبقى راح للطرف الثاني: يا نادي الزمالك عايزين نعيد المباراه وبحكام اجانب. نادي الزمالك رده كان قاطع: احنا رحنا المباراه والحكم صفر ومن حقنا الثلاثه بونت وكسبنا المباراه 3-0 واحنا متمسكين بحقنا. وعلى فكره ده حق نادي الزمالك وجمهوره ان هم يفضلوا متمسكين بحقهم ويتكلموا في حقهم. تمام. يبقى بالتنسيق اتحاد الكوره شال ايده، قال لك انا مش منوط بتنظيم الدوري المصري، القصه مع رابطه الانديه. يبقى وزير الرياضه قال لك انا لو تدخلت اكتر من كده هيبقى تدخل سياسي في الرياضه وهنعمل مشكله كبيره من لا مشكله، فانا بره الليله. يبقى وزير الرياضه شال ايده واتحاد الكوره شال ايده، وانا قلت لك ازاي وليه. تمام. دي الجزئيه الاولى. الجزئيه الثانيه: رابطه الانديه بالتنسيق، وحط تحتها 3000 خط، بالتنسيق مع النادي الاهلي. يا كابتن محمود الخطيب احنا هنخصم منك 3 بونت، وفي 3 بونت بتوع المباراه هيروحوا لنادي الزمالك، وهتشيل انت السبونسر والتكلفه والخ الخ الخ، وخد الخطوه اللي جايه اللي انت عايز تاخدها. يبقى الكابتن محمود الخطيب ستيب باي ستيب، خطوه خطوه، وتواصل مع اللجنه الاولمبيه وقدم شكوى في اتحاد الكوره وفي الجهه المنوطه بتنظيم الدوري اللي هي رابطه الانديه. يبقى اللجنه الاولمبيه يا جماعه يعني معلومه سريعه كده: الناس اللي بتقول لك اللجنه الاولمبيه ملهاش وما تحلش وما تعملش، اللجنه الاولمبيه هي ليفل الوحش في اي دوله في العالم في الكوره او في الرياضه عموما. يعني اللجنه الاولمبيه دي هي ليفل الوحش في الرياضه عموما في اي دوله في العالم. واللجنه الاولمبيه ردت على شكوى النادي الاهلي ان احنا هننظر فيها سريعا وهنرد عليها سريعا. يبقى رابطه الانديه تواصلت مع نادي الزمالك وقالت له مبروك عليك ال3 بونت، وخصمنا من الاهلي 3 بونت، والاهلي هيشيل السبونسر، واي كلام حلو وجميل وممتاز في الدنيا كلها. وفي الاخر في اخر الجواب كده راحت بعتله له ايه: في انتظار شكوى النادي الاهلي للجنه الاولمبيه، واي قرار هتاخده اللجنه الاولمبيه الجميع هينفذ. اظن مش محتاج اوضح اكتر من كده. ليلتكم زي الفل، ده ملخص الحوار كله.